سرقة كل ما هو مغربي أصبحت حرفة جزائرية، لم يعد الأمر مجرد صدفة ومغالطات تاريخية تقبل التصحيح، بل تجاوز ذلك. هو آلة عملية ممنهجة تعمل على تحريف كل ما هو مغربي ونسبه لغيره بشكل فاضح، وبات لزامنا التصدي له بالحجج والتاريخ الذي لا يقبل الزيف أو التحريف. تقرر في الموضوع لفتح لمين. بإيعاز من النظام العسكري الجزائري، تحريف التاريخ وتزويره، سرقة تاريخ المغرب وثقافته وتراثه وتبنيه ضدا على التاريخ نفسه. يجتهدون في سرقة الموروث الثقافي والتاريخي المغربي، تبنيه والادعاء دون خجل أو حياء بأن التاريخ تاريخهم والتراث تراثهم والعادات عاداتهم والتقاليد تقاليدهم. تصرف مجهول التاريخ وفاقد الهوية يتمسك بمغربة بلده، يعشق المغرب لدرجة الغبطة ثم الجنون والكره. لا يتوانى لحظة في سرقة التراث المغربي. سرقاتهم وسطوهم متواصل لكل ما هو مغربي، لم يسلم من أيديهم بشر ولا حجر. عمل ممنهج لمحاولات سرقة التاريخ ورجالاته وعظمائه ومآثره وتراثه من شعر وشعراء، أغاني ومغنيين، موسيقى وموسيقيين، من طبخ وأطباق وألبسة وأعلام وأسماء مدن مغربية. تزوير الوقائع وتحريف التاريخ ونسبها إليهم دون ما خجل ولا حياء، ورغما عن كل ما قيل وكتب ودون من طرف المؤرخين وشهادة الشاهدين الذين عايشوا العصور. يتمادى هؤلاء في سرقاتهم حتى بات ابن بطوطة الطنجي جزائري، وطارق بن زياد فاتح الأندلس جزائري، وعبد الرحمن المجذوب جزائري، وغيره من أعلام المغرب الفكرية والصوفية، بل حتى شخصيات مغربية بارزة لا زالت حية ترزق، وجدت نفسها جزائرية دون علم منها، ومدونة في صفحات ويكيبيديا وفي برامج لقنوات فضائية خصصت للغرض. فما غاية هؤلاء يا ترى؟